بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نعمل أكلة اقتصادية سريعة، مش هتكلفنا أي حاجة. يعني أكلة لو مستعجلة يعني أروح أعملها بسرعة سريعة سريعة. هجيب قوطة وأخللها. طبعا الخلطة بتاعتها توم وكمون وحبة فلفل أسود، حبة كزبرة وخل وليمون. عايزة تحطي شطة أحط هريسة براحتك. ممكن نعمل معاها بتنجان، لو أنا عندي البتنجان أقليه واخلله معاه، او اسلقه واخلله معاه، حسب ما انت عايزه تعملي قوطه بس كده ماشي، ممكن معاه بتنجان ماشي. كده دي كده خللناها خلاص، نفضيها في الطبق. ودي الخلطه اللي هي نازله منها نفضيها عليها. دي فيها الدقه بتاعتها برضو، طبعا مش هنرميها. كده حطيناها في الطبق. جبنا البطاطس وسلقناها وسلقنا معاها بيض لوحده. ودي الطماطم اللي خللناها كده. ده شكلها. بص بقى، طريقة تقشير بيض سريعة وسهلة جدا جدا. متقعدي بقى تخبطي ولا تعملي، هتحطيها في العلبة وتعمليها كده. بعد ما اتسلقت هتلاقي القشرة كلها طلعت. بصي اهي، بصي مخبطيها كده في العلبة، في اي علبة، اي حاجة بلاستيك، ألمونيا، اي حاجة. بصي بتطلع بمنتهى السهولة اهي، سهلة جدا. تحطيها في اي حاجة ألمونيا او علبة، اي حاجة. بعد ما تتسلق تروحي مخبطاها كده فيها، تبص تلاقي القشرة كلها طلعت مرة واحدة. وهنا بقى سلقنا البطاطس. طبعا البطاطس جديدة فجيت اقشرها، مش عايزة تتقشر زي ما بتكون قديمة بتطلع القشرة كلها مرة واحدة، فنضطر نعملها بالسكينة كده سريعة اهي. تكحتها كده بالسكينة تلاقي القشرة كلها طلعت اهي. بسرعة بسرعة تلاقيها في ثواني اتقشرت. هي البطاطس الجديدة كده ما بتتقشرش، يا اما تقشريها بالسكينة تقشير عادي لو هتحمريها عادي، انما في السلق متعرفيش تمسكي القشرة، بتبقى حتت حتت صغيرة، فبنروح عاملينها كده بالسكينة سهلة على طول اهي. بصي تيجي تشيليها كده ما تنفعش. ما بتطلعش القشرة، فبتضايق الواحد بيتخنق بسرعة، فبروح عاملاها كده بالسكينة سريع سريع اهي، في ثواني. اهي قشرت كام واحدة كده عشان تشوفيها اهي في ثانية. يلا نروح بقى نحمرها. تقطعيها بقى سليمة براحتك، اللي خليها كده سليمة زي ما انت عايزة.
دي حمرتها وقطعت معاها البيض كده، في بيحبوها سليمة وفي بيحبوها مهروسة، وهنعمل النص التاني نهرسه. عملنا حبة كده، حبة بالمتحمرة مع البيض وحبة هنهرسها بالثوم، هيبقى تغيير يعني في الشكل. ايه رأيكم في الجمال ده؟ حاجة سهلة وسريعة، ممكن تعمليها دي لوحدها، ممكن تعمليها مع اللي هي مهروسة بالثوم. ممكن نعمل دي لوحدها وممكن نعمل دي لوحدها، بس احنا قلنا نعمل تغيير، يعني اللي يعوز من دي ياكل واللي يعوز من دي ياكل. ودي بقى اللي هنعملها بالثوم، دي بقى بحمرها سليمة كده زي ما هي. ودي بقطعتها طرنشات كده وحمرتها. وهنا بقى نعمل التومة بعد ما حمرنا البطاطس، حطيت حبة زيت وتوم، نحمر التومة. لما تبقى بامبة كده يعني ما تتحرقش. كده نحط البطاطس. المعلقة وقعت وقعت من ايدي. كده نحط التوابل بقى بتاعتها، ملح وفلفل وكمون. ونديها تقليبة كده معاها ونهرسها على طول. كده مش مالكة عشان نبقى اصور بايد وبهرس بايد مش قادرة. كده وههرسها بقى كويس. عايزة قوة. إيه. نهرسها بقى كويس. أكلة سريعة والله، احنا بناكل من الأكل دوت أحسن ما بنكون طبخين ولحمة أو فراخ. بناكل من الحاجات دي ونشبع منها عن الأكل التاني. الحاجات دي بتبقى متحبشة كده، بتبقى جميلة. ممكن تعمليها في عشاء، ممكن تعمليها في فطار لو انت عايزة، ممكن تعمليها في غدا، يعني اللي ماشية في كل الأحوال. عايزين عشاء ومش عارفين نعمل ايه، اروح جايبه البطاطس يلا وقايمة شغالة عليها، مش هتاخد ثواني، اول ما تتسلق هنروح عاملينها كده.
عايزين غدا ومستعجلين، حاجة سريعة اروح عاملاها، نمشي الدنيا كده، تمشي وكده تمشي، غدا تمشي، فطار تمشي، عشاء تمشي، ومش هتكلفنا يعني حاجة. البطاطس يعني الكيلو ب10 وب8. وعندك القوطة طبعا، مفيش بيت بيخلى من القوطة. طماطم اخللها، مع ان كان في بتنجان ممكن معاه، مفيش، تمشي القوطة، نمشي الدنيا. حاجة سهلة وسريعة، يا رب تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش اللايك. السلام عليكم.